في المجتمعات التي تقدس الطاعة وتجرم السؤال يصبح الوعي خيانة، ليس لأن الوعي يفسد بل لأنه يفضح. فبالتالي يصبح من يفكر يهدد النظام، ومن يشكك يصبح مربكا للسردية، ومن يسأل يصبح مزعجا للآلهة التي صنعها الناس من خوفهم. هنا لا يكافأ المفكر بل ينفى، ولا يحتفى بالكاتب بل يراقب، ولا يصغى الفيلسوف بل يتهم بالزندقة، وتحرق كتبه كما تم إحراق كتب ابن رشد، بل ويتم سقيه بالسم كما تم سقاية سقراط. الوعي هنا ليس نورا بل حريقا، لأن النور يكشف والحريق يظهر الحقائق، وكلاهما لا يناسب من بنى سلطته على ظلم ومن بنى سلطته على ظلام. ومن يفكر يصبح خطرا لأنه لا يملك سلاحا بل يملك ما هو أخطر من السلاح، وهو السؤال، والسؤال في حضرة الجهل أشد فتكا من الرصاص.